ايه هي اكتر 5 مجالات مطلوبة هنا في دبي؟ معاكم محمد خالد والشغوفة دية. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير والدنيا معاكم في التمام ان شاء الله. موضوعنا النهارده ان شاء الله هنتكلم فيه على ايه هي اكتر 5 مجالات مطلوبة هنا في دبي. فيلا بينا نشوف الكلام على ايه. يلا بينا. طبعا اول حاجه قبل ما نبدا ونقول ايه هي المجالات، طبعا لو ملاحظين الفيو اللي ورانا يعتبر اتغير شويه، يعني حبينا كده نغير شويه بحيث ان الحوار يبان الى حد ما ان في تغيير في الفيو او في الشكل بتاع الفيديوهات. يلا بينا بقى نشوف ايه هي المجالات دي. اول مجال هنتكلم عليه هو مجال الاي تي او البروجرامينج. مجال الاي تي والبروجرامينج يا جماعه من اكتر المجالات اللي عليها طلب هنا في دبي، ومش هنقول كمان دبي بس، هنقول يعتبر الامارات كلها. وفكره هنا يا جماعه الاي تي والبروجرامينج احنا مش بنتكلم على جزئيه معينه، لا احنا بنتكلم البروجرامينج عموما، سواء انت بقى موبايل ديفلوبر، سواء انت باك اند، سواء انت فرونت، سواء مثلا اي كل الحاجات دي كلها عليها طلب كبير. فلو انت يعتبر شاطر في المجال ده فانت هيكون عليك طلب كويس هنا في دبي. تاني مجال هنتكلم فيه وهو مجال التسويق الالكتروني او الديجيتال ماركتنج. وفكره يا جماعه الديجيتال ماركتنج هنا احنا مش بنتكلم على الديجيتال ماركتنج اللي هو تكون ديجيتال ماركتنج مانجر او ايا يكن في اسم الديجيتال ماركتنج، لا لو انت مثلا جرافيك ديزاينر، لو انت فيديو اديتور، لو انت كونتنت كريتور، فده يعتبر بيكون من ضمن مجال الديجيتال ماركتنج. فلو انت يعتبر بتعرف تعمل مثلا سواء فيديوهات كويس، بتعرف تعمل مونتاج كويس، جرافيك ديزاينر شاطر، انت كونتنت كريتور بتعرف تعمل كونتنت كويس، وخصوصا مش كونتنت كريتور بالعربي بس، لا يا ريت لو انت كونتنت كريتور بتعرف تكتب على الاقل انجليزي. لو انت بتعرف انجليزي وعربي فده كويس جدا. فزي ما قلت فكره الديجيتال ماركتنج لو انت شغلك خاص بالديجيتال ماركتنج او في مجال الديجيتال ماركتنج عموما او فيلد الديجيتال ماركتنج، فانت هيكون عليك طلب كويس هنا في الامارات. ثالث مجال هنتكلم عليه وهو مجال التسويق العقاري. التسويق العقاري هو بالنسبه لي يعتبر اكبر مجال عليه طلب وعليه شغل هنا في دبي. هتقول لي ليه؟ التسويق العقاري يا جماعه هي فكرته ان انت بتسوق لوحدات عقاريه. الفكره هنا يا جماعه واللي معروف عن دبي ان دبي مشهوره بناطحات السحاب، مشهوره بالمباني العاليه، ويعتبر الحاجات الوحدات اللي بتكون الفاخره جدا اللي بتتباع لرجال الاعمال والناس اللي معاها فلوس. فالفكره هنا يا جماعه ان دبي بتحتاج شركات وبتحتاج ناس يسوقوا العقارات دي عشان يعرفوا يبيعوها. فالفكره هنا يا جماعه ان مجال التسويق العقاري من المجالات اللي عليها طلب كبير جدا، وانا بالنسبه لي شايف ان هو ممكن يكون يعتبر المجال رقم واحد، مجال التسويق العقاري. لو انت بقى سيلز شاطر وخصوصا في مجال العقارات فاحب اقول لك ان انت هتلاقي شغل كويس جدا هنا في دبي. رابع مجال هنتكلم فيه وهي فكره الهندسه. الهندسه هنا هي مش فكره بس الهندسه المعماريه او الهندسه المدنيه عشان فكره العقارات والطرق، لا احنا كمان بنتكلم على الهندسه مثلا الميكانيكيه، بنتكلم على فكره الهندسه الكهربائيه، فكره مجال الهندسه عموما ككل. كل شغل الهندسه مطلوب هنا في دبي، وخصوصا فعلا زي ما قلنا في البدايه الهندسه المدنيه والهندسه المعماريه. زي ما قلنا طبعا دي مرتبطه بالنقطه الخاصه بالتسويق العقاري، ان في مباني كتيره بتتبني هنا وناطحات سحاب وحاجات فاخره، فالحاجات دي بيحتاجوا بيها ناس يكونوا مهندسين شاطرين جدا. فلو انت مهندس وشاطر هيكون برضو عليك طلب. خامس مجال واخر مجال هنتكلم فيه وهو يعتبر مجال السياحه. زي ما احنا برضو ما عارفين وبنسمع ان دبي مشهوره بالسياحه بتاعتها خصوصا في فتره الشتاء والمناسبات، فالسياحه هنا فعلا في دبي بيكون عليها طلب كبير، خصوصا لو انت معاك لغات كويسه وبتعرف تتكلم اكتر من لغه، مش فكره بس عربي وانجليزي، لا بتعرف تتكلم اكتر من لغه، لو معاها مثلا روسي، معاها فرنساوي، معاها الماني، معاها اللغات دي، وبتعرف تتكلم اللغات دي وبتعرف تتعامل مع الناس وعندك خبره في مجال السياحه، فاحب اقول لك ان دبي فعلا بتحتاج ناس كتيره يكونوا شاطرين في مجال السياحه، وخصوصا زي ما قلت لو معاهم اكتر من لغه، واكتر كمان يا ريت لو يكون اكتر من عربي والانجليزي، لو معاك كمان لغه كمان، لان فعلا في سياح بيجوا ما بيعرفوش يتكلموا لا عربي ولا انجليزي، فبيحتاجوا لو حد مثلا يكون معاه لغه زياده بحيث يقدر يفهمهم. دول يعتبروا يا سيدي هم اكتر 5 مجالات مطلوبين هنا وعليهم طلب في دبي. تعالى بقى نتكلم في نقطه مهمه جدا. لو انت شغلك في مجال من المجالات دي تعمل ايه؟ اقول لك اول حاجه لازم تعملها ان انت تشوف انت مستواك ايه في المجال ده. هل انت لسه بتدرس؟ هل انت مثلا اتخرجت ولسه مثلا فريش؟ هل انت مثلا شغال بقالك سنه سنتين؟ هل انت مثلا وصلت ان انت خلاص بقيت حد خبير وكبير في المجال ووصلت مثلا انك خلاص بقيت مدير؟ فبناء على البوينت او بناء على النقطه اللي انت واقف عليها، هي دي اللي تبدا تفكر عليها وتبدا تحدد انت هتعمل ايه. يعني بمعنى لو انت مثلا لسه بتدرس فانت ابدا فكر هو انت بعد ما تتخرج هتعمل ايه وازاي ممكن تسافر. لو انت مثلا خلاص اتخرجت وفريش فتبدا تشوف ايه الحاجات اللي انت لازم تتعلمها ولازم تكتسبها ولازم توصل لها عشان لما تسافر تلاقي فعلا فرصه كويسه.
في نفس الوقت لو انت خلاص اشتغلت وبقالك مثلا فتره ووصلت وخدت خبره كويسه، تبدا ان انت تفكر ازاي ممكن بقى توصل للفرصه دي، وازاي تقدر انك تسافر وتلاقي شغلانه او وظيفه كويسه تكون مناسبه ليك. الفكره هنا يا جماعه والنقطه اللي احنا بنتكلم فيها ان انت لو بتفكر تسافر، فابدا فكر اصلا وشوف هي اصلا الشركات بره اللي انت عايز تروح تشتغل فيها، او مثلا الدوله اللي انت عايز تروح تتعين فيها، ايه المؤهلات وايه هي الشروط وايه هي المهارات اللي بيطلبوها، ولازم تجهز نفسك فيها قبل ما تفكر انك تسافر. يعني بمعنى انك ما تجيش مثلا تقول والله قصدي انا مثلا في بدرس هندسه معماريه او بدرس مثلا هندسه مدنيه، وانا في دماغي ان انا ان شاء الله هسافر واشتغل في الخليج. طب ما ابدا الاول فكر شوف هم اصلا الوظائف اللي بتنزل اللي بيطلبوا فيها مهندسين مثلا مدنيين او مهندسين معماريين في الخليج مثلا، الوظائف دي بيكونوا طالبين فيها ايه اصلا؟ ايه الكورسات اللي بيطلبوها؟ ايه المهارات اللي بيطلبوها؟ ايه الشروط اللي هم لازم بتكون موجوده فيك عشان فعلا تدخل الانترفيو وتوصل ان شاء الله انك تتقبل؟ فابدا اشتغل على الكلام ده من بدري، وابدا جهز نفسك ليه، وبناء عليه وقت ما تحس ان انت خلاص جاهز والسي في بتاعك فعلا بقى سي في كويس، ابدا بناء عليها انك قدم ودور على فرص، وان شاء الله ربنا يكرمك. كده يعتبر الفيديو بتاعنا يكون خلص. حبينا ان احنا نتكلم فيه على ايه هي اكتر 5 مجالات مطلوبه هنا في دبي، وفي نفس الوقت ازاي ممكن انك تشتغل على المجالات دي وتشتغل على نفسك بحيث انك ان شاء الله تلاقي فرصه كويسه في مجال من المجالات دي. كده يعتبر الفيديو بتاعنا يكون خلص. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا حتى لو بجزء بسيط. يا ريت طبعا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، الحاجات دي بتفرق جدا 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 معانا. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا حتى لو بجزء بسيط. كان معكم محمد خالد والشغوفتيه.